في مناطق من مناطق مصر القديمة كان في ست بتسكن هناك من سنين طويلة اسمها لبيبة. بس اللي ممكن تستغرب له إن لبيبة دي كانت بتعيش في المقابر، وكانت عاملة حالة كبيرة قوي من القلق والخوف وسط الناس، وتحديدا للي بيدخلوا يزوروا الأموات وبيقرأوا لهم الفاتحة. وكان في قصص وحكاوي كتير بتحكي عن لبيبة، لدرجة إن كان في عدد من الناس بيقولوا عليها جن، وبيقولوا دي مستحيل تكون أنثى. لبيبة دي عفريتة عايشة في المقابر. وكان عدد تاني من الناس بيقولوا عليها أنثية بس مجنونة، ومحدش قدر يثبت وجهة نظره دي أبدا. التربي ذات نفسه كان بيخاف منها وبيتحاشى القبر اللي هي كانت بتروح تقعد عنده، وكان بيراقبها من بعيد، ولو لقاها ماشية من حارة معينة بيسيبها لحد ما بتعدي، وبعد كده بيعدي بعديها. وجنب المقابر بالظبط كان بيتعمل سوق يومي وبينتهي الظهر، وكانت لبيبة بتخرج للسوق وبتقف عند أي عربية خضار وبتاخد أي حاجة، وبعد كده بتجري على المقابر. ومن كتر الحكاوي اللي اتقالت عليها ما كانش يجرؤ بياع حتى إنه يوقفها أو يجري وراها أو يضربها حتى. ما كانش عندهم أي مشكلة إنها تاخد حباية خضار أو حبايتين فاكهة وتدخل المقابر تاني. واللي زود الرهبة ناحيتها أكتر هو شكلها. لبيبة كان شعرها طويل ومنكوش، جلدها كان لونه اسود، وعينيها طالعة لبره وباظة بشكل مرعب جدا، ولابسة خيشة يدوبك على جسمها وحوالين رقبتها حجبها، وكاتبة طلاسم كتير قوي على جسمها. وفضل الحال مستمر لحد ما بياع جديد نزل السوق، كان ناقل للمنطقة جديد بعد ما اتخانق وعمل مشاكل في السوق اللي كان فيه القديم، وفعلا قدر ياخد مكان في السوق ويقف بعربيته الخضار بتاعته. كان بيبيع طماطم وبيبيع خيار. وسط ما هو عمال بيبيع ومشغول مع الزباين، لقى لبيبة بتفاجئه وبتاخد حبايتين طماطم وبتجري كالعادة على المقابر. الغريب ان البياع ده مسك طوبة وضربها بيها وطلع يجري وراها لحد جوه المقابر، بس ملحقهاش. وقتها حصل حاجة من الذهول وسط البياعين اللي كانوا خايفين وقلقانين من اللي هو عمله ده. والسوق اليوم ده اتلم بدري، وكتير اتكلموا معاه بعصبية لانه ضرب لبيبة وشتمها وعرفوه ان هو هيتأذي كتير. دي خدامة الاموات. البياع استغرب وقال ان الاموات مش محتاجين لخدام، وانه مش محتاج يسمع الكلام المتخلف ده. ومن كتر الجدال قال لهم لو جت انا هضربها تاني، ومش بس كده، ده انا هدخل لها جوه المقابر وعند القبر اللي هي بتقعد عنده كمان. والكلام عجب الناس جدا وعملوا رهان بفلوس، وفعلا وعدوه بمبلغ مالي كبير جدا انه لو دخل لها. وعلشان يثبت كلامه ده قالوا له خد طوبة حمراء وحطها قدام القبر بتاعها، علشان التربي يأكد تاني يوم ان هو دخل للقبر فعلا. وفعلا الكل اتجمع، والراجل دخل للمقابر وخد الحجر الاحمر معاه جوه المقابر الساعة 7 الصبح. ورغم التوقيت ده ان هو كان صيف، ان المقابر كلها كانت كلها ضباب. وده ما وقفش البياع اللي فعلا خد الوصفة ومشي 6 حارات لحد ما وقف قدام القبر، وهناك ملقاش لبيبة ولا اي حد، وحط الحجر الاحمر وضحك بعد ما حط الحجر لانه هياخد فلوس كبيرة جدا وهيكسب الرهان. واتحرك علشان يخرج من المكان. والغريب ان هو اول ما اتحرك حس ان في حاجة غريبة واقفة وراه، وقبل ما يلف ويشوف في ايه لقى حاجة بتضرب في جسمه وبتضرب في رجله لحد ما وقع على الحجر اللي هو كان حاطه، واتخبط خبطة جامدة قوي في راسه لدرجة انه نزل دم من الخبطة اللي اتخبطها. وفضل البياع فاقد الوعي لحد تاني يوم الصبح. ولما التربي كالعادة بيتفقد المكان لقى البياع واقع على الارض وراسه مجروحة، فقام شاله بسرعة وخرج للبياعين بره في السوق، وخدوا البياع على المستشفى. وشوية والبياع فاق، قال لهم ان حد شنكله وضربه، وانه لبيبة دي عفريتة فعلا. وده زود الرعب من ناحيتها اكتر واكتر.
ومحدش عارف يفتح بقه معاها حتى نص كلمة، لدرجة ان التربي في النهاية قرر ان هو يراقبها علشان يتأكد من كلام البياع. وفعلا وفي ليلة قدام القبر لمحها، فضل يراقبها من بعيد ومن غير ما يقول للناس علشان ما يحصلوش حاجة، وشافها بتحفر جنب القبر وبتطلع كيس اسود وفلوس، وبعد كده مشيت في حارات المقابر. التربي فضل يمشي وراها لحد اما راحت بيت قديم جنب المقابر، وخبطت شوية وفتحت لها واحدة مش قادرة تمشي، وخدت منها الشنطة والفلوس ودخلت ومشيت لبيبة. وده زود فضول التربي اللي كان عايز يعرف مين الست التانية دي وليه لبيبة بتديها الحاجات دي. وفعلا خبط عليها الباب، والست اول ما شافته ظهر عليها الخوف، بس التربي طمنها وسألها عن لبيبة وقال لها ان الناس بيقولوا عليها عفريتة وان هو عايز يعرف قصتها بأي طريقة. الست قالت له ان لبيبة كانت متجوزة بياع كبير قوي في السوق من سنين طويلة، وفي يوم حصلت له حادثة وخبطته عربية نقل ومات. ولبيبة اتفاجئت ان ثروته اتنهبت واخواته كلهم خدوا اللي وراه واللي قدامه، فقررت ان هي تعيش جنب قبره لان مفيش مكان تاني تعرف تعيش فيه. وفي الاخر عملت عشة صغيرة جنبي وكانت بتقعد معايا على طول وبتحكي لي كل حاجة دايما. ولما عرفت ان انا مريضة وبربي ايتام خرجت للناس تجيب منهم مساعدات وفلوس وتدهاني، وكل يوم بشوفها جايبة كيس فيه اكل علشان اطبخه، معرفش هي بتجيبه منين. وبالليل بعمل لها طبق معانا بتيجي تاكله وتمشي. لبيبة مش عفريتة، لبيبة دي اطيب ست في الدنيا، ولولاها ما كنتش هعرف اكل انا ولا ولادي. وخرج التربي وحكى حكايتها وقال انها ما ضربتش البياع اصلا، وهو بيتوهم كل اللي قاله، وان هي تعرضت لصدمة كبيرة جدا في حياتها. كلامه ده خلى البياعين تتعاطف معاها، وبقت بتخرج كل يوم تلاقي الاكياس اللي كانت بتاخدها محطوطة لوحدها، وكل الكلام ده اتعمل علشان خاطرها. وكان اللي بيبيع بمبلغ كويس كان بيديها صورة من الفلوس يوميا. وفضلت على الحال ده لحد ما ماتت، واهل السوق هم اللي كفنوها ودفنوها جنب جوزها، واتكلفوا بالست والايتام ولادها لحد ما كبروا. فضلت حكاية لبيبة مشهورة لحد يومنا هذا، ومنطقتها في مصر القديمة بخصوص عند المقابر هناك بالظبط.